Növbette Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi okuvçusu Fatime Abdülhamid. Başlayalım mı? Heyecan var mı? Biraz. Haydi bakalım. Fazla heyecanlanmayın. Hadi bismillah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قوم Sakin ol, bir daha başla. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قوم تجهلون وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي أَرَاكَ قومك في ضلال مبين إذ قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال لئن لم يهدني ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Tamam. İkinci soru. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إنما كان قوم نوح إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إنه خبير إن الله خبير بما تعملون من جاء قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Üçüncü soru. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
Sadakallahu